فيلمنا بيبدأ مع بنت جميلة اسمها ليبي. ابنها الصغير اسمه مات وهو كل حاجة في حياتها. متجوزة من راجل أعمال اسمه نيك، غاوي يعمل حفلات ويتباهى بالتحف الفنية اللي موجودة في البيت، خصوصا لوحات فنية رسام مشهور، وكان معروف عنه إن هو بيكره البحر، لكن راح أجر يخت عشان يفاجئ مراته ويطلعوا يقضوا يوم سوا، وبيسيبوا ابنهم مع واحدة صاحبتها اسمها إنجي وهي المدرسة بتاعته في المدرسة، وبيطلعوا الرحلة وبيكونوا مبسوطين جدا. لكن بعدها بتصحى من النوم وبتلاقي هدومها كلها غرقانة دم، فبتخرج بره الأوضة وهي خايفة وبتنادي على جوزها، لكن شافت الدم موجود في المكان كله. بعدها طلعت على سطح اليخت وشافت سكينة مليانة دم، وخفر السواحل بيوصلوا وهي ماسكة السكينة، فبتقول لهم إن جوزها مش موجود، وبيقضوا اليوم كله وهم بيدوروا عليه. وبيجي ضابط اسمه كارتر وبيقول لها إن درجة حرارة المية امبارح كانت 11 تحت الصفر، وإنهم دوروا على جوزها في كل مكان لكن ملوش أي أثر. وبعد كام يوم وهي قاعدة مع ابنها بيدخل عليها المحامي بتاعها وبيكون معاه الشرطة، وبيبلغها إن تم الإعلان عن وفاة جوزها وإنها المتهمة بقتله، فبتتصدم وبتكون مش مصدقة اللي بيحصل، وبيتقبض عليها وبتدخل السجن الاحتياطي. وبيجي لها بوب المحامي وهي بتتكلم معاه وبتحاول تتخيل ازاي ممكن الحادثه تكون حصلت، لكن هو مش بيقتنع بكلامها، وبيفكرها ببوليصه التامين اللي عملوها من 4 شهور كانت ب$2 مليون وهي المستفيده الوحيده. فبتتعصب عليه وبتقول له انت مصدق ان قتلته؟ فبيعرفها ان جوزها خسر كل حاجه الفتره اللي فاتت، وان البورصه حجزت على كل فلوسه وفلوسك انت كمان، يعني بوليصه التامين هتحل كل حاجه. بعدها بتكون في المحكمه وبتيجي محاميه وبتعرض دليل تاني عباره عن تسجيل صوتي بصوت نيك وهو بيطلب النجدة عشان كان في حد بيتهجم عليه بالسكينه لكن ما قالش مين. ولما المدعي العام بيحقق معاها بتنكر انها قتلته، وبتقول لهم ان وارد جدا اي حد يكون طلع المركب وقتله. فالمحاميه قالت لها ممكن لكن مش هيستفيد ب$2 مليون. فبتقعد تعيط لكن في الاخر بيتحكم عليها بالسجن. وفجاه بتلاقي حياتها كلها اتدمرت ومفيش اي حد واقف جنبها غير صاحبتها انجي، فطلبت منها تاخد بالها من ابنها. في الاول رفضت لكن ليبي قالت لها ان هو دلوقتي معاه $2 مليون يعني مش هيكلفها حاجه. بعدها وهي في السجن بيجي لها 2 يتكلموا معاها وبيحاولوا يهونوا عليها شويه، وانجي بتيجي تزورها هي وابنها وبتفرح لما بتلاقيه اتعلم الحروف وحفظها. ومن بعد الزياره دي صاحبتها ما كانتش بتزورها خالص ولا بترد على مكالماتها، فقعدت تحكي لواحده معاها في السجن كانت محاميه، فقالت لها بدل ما تقعدي تعيطي كده فكري في طريقه تقدري توصلي بيها لصاحبتك. بعدها ليبي بتوصل لفكره عبقريه وبتروح تتصل بالمدرسه وبتكلمهم على انها انجي، وطلبت تاكد معلوماتها لان شيك نهايه الخدمه ما وصلهاش. فالموظفه بتراجع معاها البيانات وبكده بتكون قدرت تاخد رقم التليفون، فراحت تتصل على الرقم الجديد اللي متسجل في المدرسه. فانجي ردت عليها فسالتها انت ليه مش بتيجي وفين الولد وكده، فقالت لها احنا كنا هنجيلك قريب. لكن فجاه وهي بتكلم ابنها سمعته وهو بيقول بابا، وبتسمع صوت نيك جوزها، فبتعرف انه لسه عايش وانها كانت ضحيه مؤامره عملها مع صاحبتها وانه بيخونها. ولما حاولت تتصل تاني كان الخط مقطوع، وبعدها اتصلت بشركه التامين وحكت لهم على كل حاجه عشان تثبت براءتها، لكن محدش اهتم بكلامها. فبتجيلها زميلتها في السجن وبتقول لها انت مش ذكيه على فكره لان مفيش حد بيسمع لكلام حد مسجون، وعرفتها ان الصح انها تقضي عقوبتها واول ما تخرج من السجن تنتقم منه وتاخد حقها، لانها لو خرجت وقتلته مش هتدخل السجن لان القانون بيمنع انك تتعاقبي على نفس الجريمه مرتين. وبيعدي 6 سنين وهي بتحاول تغير من نفسها عشان اول ما تخرج تنتقم منه. وزميلتها المحاميه ساعدتها انها تخرج بدري عن ميعادها باطلاق سراح مشروط لما قدرت تثبت قدام اللجنه انها اتغيرت للاحسن وان عمرها ما هتعمل اي حاجه تضر بيها المجتمع. فبتخرج وبيدوها مكان تسكن فيه، وبتكون تحت المراقبه من ضابط اسمه ليمان، اكتر واحد عمل دور ضابط في السينما الامريكيه. بعدها راحت اشتغلت في مكتبه عامه وكانت بتحاول توصل لانجي صاحبتها، وبتتعرف على واحد بيساعدها، وبتعرف من زمايلها في السكن ان الضابط ليمان مراته اخذت بنته وسابته، فبتعرف انه تقريبا عنده نفس المشكله بتاعتها. خليك فاكر بس المعلومه دي عشان هنحتاجها كمان شويه. وبعدها بتروح مدرسه ابنها وبتحاول تاخد عنوان انجي من المديره، لكن المديره بترفض تساعدها وبتنصحها تبعد عن ابنها. فبتتسحب وبتدخل المدرسه بالليل عشان تجيب ملف صاحبتها، لكن الامن كان حس بيها وشافها فاخدت الملف وطلعت تجري وهم بيجروا وراها. ولما مسكوها كان الضابط كارتر اللي قبض عليها اول مره، ولما اتعرف عليها سالها انت بتعملي ايه هنا، واخدها على الحبس الاحتياطي لغايه اما جه الضابط ليمان علشان يرجعها السجن تاني. لكن وهي معاه في العربيه حكت له على الحكايه كلها ووريته الملف اللي كانت بتسرقه عشان توصل لانجي صاحبتها وابنها، لكن هو ما اقتنعش بكلامها وربطها بالكلبشات في أكرة باب العربيه ونزل عشان يجيب قهوه. فشافت مفاتيح العربيه وحاولت تفك نفسها عشان تهرب، لكن هو كان شافها وطلع جري عليها، فبتدوس على البنزين بسرعه والعربيه بتقع في البحر وبتغرق. فبينزل ليمان عشان ينقذها وبيفك لها الكلبشات، فبتاخد المسدس بتاعه وبتضربه بظهر المسدس على وشه وبتهرب. وليمان بيروح على المستشفى وهناك بيسالوه هو انت اللي اديتها المسدس بتاعك، فبيقول لهم هي اللي اخدته وهربت لكن هجيبها. بعدها ليبي بتروح لبيت اهلها وبتاخد فلوس من والدتها وبتأجر عربيه وبتطلع على سان فرانسيسكو عشان ده اخر عنوان تعرفه لصاحبتها انجي. وبتدخل معرض عربيات وبتعمل نفسها هتشتري عربيه، وبتدي للموظف رقم الضمان الاجتماعي بتاع انجي، ولما بيأكد عليها البيانات بتعرف العنوان وبتمشي. والظابط ليمان بيروح لواحده كانت مسجونه عنده قبل كده وشغاله في بنك،
البنك، وبيديها رقم الضمان الاجتماعي وبيخليها تجيب له العنوان. وليبي بتكون وصلت، لكن بتعرف ان في حادثه حصلت في البيت من فتره وانجي ماتت، فبتسال الجيران عن ابنها، فبيقولوا لها ان لحسن الحظ ان ابنها وجوزها ما كانوش في البيت، فراحت تدور في ارشيف الصحافه عشان تعرف معلومات عن الحادثه. في الوقت ده كان ليمان وصل للعنوان وعرف من الجيران شكل العربيه بتاعت ليبي. بعدها ليبي كانت بتقرا في الحادثه ولاحظت في صوره انجي ان في لوحه فنيه وراها، ودي اللوحه اللي كان جوزها بيحبها، فبتروح لمعرض لبيع اللوحات وبتساله عن نفس اللوحه، فبيقول لها ان اللوحه دي اتباعت من فتره، فبتساله مين اللي اشتراها. لكن في نفس الوقت كان ليمان وصل لما شاف عربيتها ورن جرس المعرض، وصاحب المعرض طلع عشان يشوف مين، وليبي انتهزت الفرصه ودورت على اسم المشتري وعنوانه. ولما هربت من المكان لقت ليمان موقف عربيته قدام عربيتها، فبتخبط العربيه بتاعته وبتهرب، وبعدها بتسافر على العنوان الجديد اللي اخدته، وبتلاقي نيك مسمي نفسه جوناثان وعنده فندق كبير. ولما بتدخل تسال عليه بتعرف انه مسافر وهيرجع النهارده عشان في حفله هتتعمل النهارده في الفندق، فبتروح تسرق فستان عشان تحضر بيه الحفله. وليمان كان وصل وطلع على اسم الشرطه وبلغ الضابط اللي هناك عشان يتحركوا وراها. بعدها ليبي بتدخل الحفله وبتفضل تدور على جوزها لغايه ما بتسمعهم بيقدموه باسم جوناثان، فبيطلع وبيعمل مزاد بصفته راجل عازب، وبيقول ان اللي هتكسب المزاد هيرقص معاها. فليبي بتدخل المزاد لغايه ما بتكسبه، ولما بتقف قدامه وبيشوفها بيتصدم، لكن بيحييها على ذكائها انها قدرت توصل له، فبتفضل تتكلم معاه وبتساله عن ابنها لغايه ما بتشوف ليمان دخل الحفله، فبتسيبه وبتقول له هجيلك تاني عشان اشوف ابني. بعدها كانت قاعده بتتعشى في كازينو، والبارمان بيشوف صوره ليها كانت الشرطه بتوزعها، لكن بيلاحظ ان مفيش مكافاه، فبيقطع الصوره اول ما شاف الشرطه بتقرب، وبيديها شمسيه وبيقول لها تهرب، لكن الشرطه بيشوفوها وبيجروا وراها، لكن هي بتقدر تهرب منهم. بعدها ليمان بيروح لنيك الفندق وبيقول له ان في خطر على حياته، لكن وهو هناك بيشوف لوحات فنيه من ضمنها اللوحه اللي كانت ليبي بتسال عليها في المعرض، فبيسألوا عنها وبيلاحظ قد ايه هو معجب بالرسام صاحب اللوحه، فبيتاكد ان هو نيك وان ليبي مظلومه. في نفس الوقت ليبي بتتصل بنيك وبتطلب منه تشوف ابنها، وبيتفقوا يتقابلوا عند المقابر، ولما بيوصل بتساله عن الولد فبيقول لها انه موجود جوه، فبتدخل وبتشوف ولد صغير، لكن لما بتنادي عليه بيسيبها ويطلع يجري، فبتجري وراه لغايه ما بتقف قدام مقبره، ونيك بيجي من وراها وبيضربها وبيشيلها وهي مغمى عليها وبيدخلها المقبره. ولما بتفوق بتلاقي نفسها في تابوت وفي جثه جنبها، فبتطلع المسدس وبتضرب على مكان القفل، وبتطلع من التابوت وبتكسر الشباك وبتخرج من المقبره. بعدها وهي رايحه على الفندق ليمان بيشوفها وبيمسكها، لكن هي بتنهار من العياط وبتحكي له على كل اللي حصل. بعدها نيك بيكون دخل الفندق بتاعه فبيلاقي ليمان قدامه وبيطلع له الرخصه القديمه بتاعته وبيكون مكتوب اسمه الحقيقي وعليها صورته، فبيتوتر وبيقول له طلباتك. فليمان بيقول له عايز $1,000,000، لكن هيكون عندنا مشكله مع ليبي لانها هتفضل تطاردك. فبيقول له لا انساها خالص، دي مشكله ودفنتها. وفجاه بتدخل ليبي وفي ايديها المسدس وبتهدده، فبيقول لها لو قتلتيني المره دي هتاخدي اعدام، فبتقول له مش هاخد فيك ساعه واحده وده على حسب القانون. فليمان بص له وقال له كلامها صح، فبتساله عن ابنها وبتعرف انه في مدرسه داخليه، وبعدها عرفته انها مش هتقتله وهتسيبه عشان يتسجن زيها. فبيستغرب وبيسالها هتسجن بتهمه ايه، فبتقول له بتهمه قتلك ليا. ووقتها ليمان بيسمعوا تسجيل بصوته وهو بيعترف ان هو نيك وانه قتلها ودفنها، لكن وهم ماشيين نيك طلع مسدسه وضرب عليهم نار، والظابط ليمان بيدافع عن ليبي، فنيك بيرفع المسدس على ليمان عشان يقتله، لكن ليبي كانت اسرع منه وبتضربه بالنار لغايه ما بيقع ميت. والشرطه والاسعاف بيوصلوا، وليبي بتعرف انها ورثت الفندق وكل حاجه، وبعدها بتروح المدرسه عشان تشوف ابنها، وبيكون قدامها اولاد كتير لغايه ما بتحس بواحد منهم، فبتنادي عليه وبيقرب منها. ولما بتساله انت عارف انا مين، بيقول لها بابا قال لي انك متي، فبتقول له لا انا عايشه، وبتاخده في حضنها وهي مش مصدقه نفسها. والفيلم بينتهي. قبل ما تخرج ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو لسه مش مشترك اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وما تنساش تصلي على النبي وتكتب اي كومنت تشجعني فيه. اشوفكم الملخص الجاي، سلام.